عسكر، ايه انتباه؟ ودي عسكر صفا. أبزل. والنهارده يا اشبال هنتعلم حاجه مهمه جدا، لازم كل شبل يكون عارفها كويس. هنتعلم النهارده العقد، واختار من كل فريق واحد عنده خبره في ربط العقد. هختار من فريق الاسود ليلي ومن فريق النسور سمسم. يلا يا سمسم وليلي تعالوا خدوا الحبال عشان توزعوا على فريقكم وتعلموا العقد. انت فاكره نفسك خبيره في العقد؟ ها، يبقى قابليني. طبعا هتشوف. في حاجه يا اولاد؟ بصوا يا جماعه، العقده الصماميه دي سهله جدا. احنا هنتخيل طرف الخيط ده ان هو تعبان، والتعبان ده عايز يدخل جوه الجحر بتاعه. فاحنا هنا هنعمل زي حفره وهنلف التعبان كده، والتعبان كأنه بيدور حوالين الشجرة، وبعد كده هنا هيخش الجحر بتاعه. عملتوا الحفرة؟ أنا شكلي عملت حاجة غلط، مش طالعة زيك. لا طبعا يا نانا، ايه اللي انت عملتيه ده؟ لا غلط طبعا يا جماعة، الموضوع سهل اهو. هنتخيل ان ده تعبان ماشي، وده بيلف حوالين الشجرة بتاعته، وبعد كده هيخش جوه الجحر ده. يا فريق النسور، يا فريق النسور، يا فريق النسور. شفتوا بقى؟ الفرقة التانية اتعلمت بسهولة وانتوا لأ، خسرنا بسببكم الوقت. ايه ده؟ هي اتعصبت كده ليه؟ يعني انت يا ليلي كل اللي قدرتي تعمليه انك تجري وتسيبي المعسكر؟ ايوه، كنت عايز نعمل ايه يعني؟ هما ما بيفهموش وبسببهم احنا خسرنا. انت كده غضبانه، والافضل لما نكون غضبانين ما نتكلمش عن اصحابنا، علشان لما بنغضب بنغلط. انا مش طايقاهم اصلا. عارفه يا ليلي مين كان زيك كده ولما بيغضب بيغلط؟ مين؟ موسى. وغلط ازاي؟ يوه، غلطات كتير، بس الغضب بالذات من الغلطات اللي لازم نتحمل عواقبها. طب هو اتحمل العقوبة دي ازاي؟ لا، دي بقى تسأليها له بنفسك. صباح الخير. انت اكيد النبي موسى مش كده؟ انت سامعني؟ الو، شكلك مطنشني. طيب انا ماشية عن اذنك. استني بس. ايوه انا موسى. انت مين بقى؟ يا اخيرا عبرتني. انا ليلي. انت على طول بتتعصبي كده يا ليلي؟ ما هي دي مشكلتي، وكنت جايه لك مخصوص عشان اعرف ايه عواقب الغضب اللي انت استحملتها. بصراحه انا لسه بتعلم اتحكم في غضبي. لحد دلوقتي بواجه وبحتمل لحظات سخيفه ما عرفتش امسك نفسي فيها. طب وايه اللي حصل معاك؟ الاول كانت نيتي كويسه، كنت بدافع عن مظلوم، لقيت انسان بيظلم انسان زيه. يعني كنت بتدافع عن انسان مظلوم. طب وايه الغلط في كده؟ الغلط في رد الفعل، الغضب خلاني اقتل انسان. يا خبر، تقتل؟ طب وايه اللي حصل لك بعدها؟ اضطريت اني اهرب لما الموضوع ابتدى يتعرف. بعد ما كنت ساكن في قصر فرعون زي ما انت شايفه، بقيت هربان وبرعى الغنم. لازم اتحمل عواقب تصرفاتي. اكيد ربنا زعلان منك. الله بيعرف ازاي يتعامل مع مشاعرنا يا ليلي، ولما يكون عندنا حاجه غلط ربنا بيدربنا علشان نصححها. انا كمان لازم اتعلم ازاي اتحكم في غضبي. احنا بنعيش عمرنا كله نتشكل ونتغير للأحسن، والله مش بيزهق مننا، عاوزنا نوصل لأحسن صورة. انت ريحتني بكلامك ده جدا، شكرا يا نبي موسى. بس خلي بالك لازم تتحملي عواقب تصرفاتك. ربنا يديني قوة اتحمل بيها. سلام. يا ترى ايه اللي مستنيين في المعسكر؟ اكيد زمايلك مستنيينك عشان يعرفوا ايه سبب غضبك.
بس النبي موسى قال لي اني لازم اتحمل عواقب غضبي. يا رب تكون بسيطه. هرجع واشوف. سلامي عارف انا لازم امشي دلوقتي. باي باي يا ليلي. باي باي يا عارف. ليلي، انت اتصرفتي النهارده كذا تصرف غير مقبول خالص. انا بعتذر يا قائد. تقدري تفسري لنا ايه سبب عصبيتك وغضبك على فريقك؟ هو سمسم السبب. فضل يغيظني واحنا بناخد الحبال وقال لي مش هتعرفي تعلمي فرقتك ربط العقده. سمسم غلطان طبعا، بس انت برضو غلطانه. اولا لانك اتعصبتي على فريقك، ثانيا لانك سبتيهم ومشيتي من غير ما تعلميهم العقده، يعني ما كملتيش المهمه اللي انت اتكلفتي بيها. فعلا عندك حق، انا ما عرفتش اسيطر على غضبي. وعشان كده انت محرومه من اي مسؤوليات تاني لحد نهايه المعسكر. دي حاجه، والحاجه التانيه هناخد منك شرط التعاون اللي اديتها لك وهديها لسمسم، علشان بالرغم من ان هو غلطان الا انه تعاون مع فريقه وفضل معاهم لحد ما علمهم الربط. صح، هي دي العواقب اللي قال لي عليها فعلا. ارجع على ظهرك خطوتين وهتدخل. يلا بس احنا هنروح نلم ادله وهنرجع ناخده. معلش احنا هنروح. يا سامر اهو يلا بص لها. انا هقول جملتي اللي عارف يا سامر عارف يا سامر. طب ثانيه بس، هقول ايه بالظبط، بس النهارده السبت. ياه، تاني انت ايه مالك فرحانه كده ليه؟ تقولي الله شفت يسوع بيشفي. برافو، حلو. عودوا ظهركم لبعض. هو سمسم السبب. فضل اقول اللاين اللي انتوا يلا يا ليلى يلا على طول. انت متهيألك انك متضايق، بس في الحقيقه انت غيران.